يا ترى 1000 جنيه ممكن تكفي أسرة 5 أفراد؟ تعالوا النهاردة هنشوف ال1000 جنيه دي ممكن تعمل ايه ل5 أفراد لمدة أسبوع، فطار وغدا وعشاء. تعالوا نشوف تقسيمة 1000 جنيه لمدة أسبوع، وكمان هم 5 أفراد وبياخدوا بطاقة تموين. أول حاجة هنتكلم عليها هي الخضار. هجيب ايه في الخضار؟ هجيب 2 كيلو بصل. دلوقتي البصل الأبيض موجود في السوق ب10 جنيه، هجيب منه 2 كيلو. هجيب ايه كمان؟ هجيب 20 بطاطس. البطاطس ب10 وب12 ونص، فاحنا هنجيب بال20 ايه كلها. هجيب كمان كيلو ونص طماطم. بكام؟ ب30. يعني ايه؟ هي الكيلو ب20، اللي هي الحلوة. لو هتجيبي اللي هي الأقل بتتعمل صلصة مش عارفة ايه، هتبقى ايه أرخص من ال20. فشوفي انت بتجيبيها ايه ازاي. فانا عاملاها اللي هي الطماطم ب20، هنجيب كيلو ونص بكام؟ ب30. ايه كمان؟ هنجيب فلفل ب10 جنيه، ربع الفلفل ب10 جنيه. هنجيب كيلو بتنجان ب25 جنيه. هنجيب ايه؟ هنجيب نص بتنجان اللي هو العروس ده عشان خاطر نخلله، ونجيب ممكن نص ايه كمان عليه اللي هو البتنجان الرومي. هجيب كيلو بسلة ب40 ومعاها جزر، نص الجزر ب6 جنيه، هنجيب بال10 جنيه ايه جزر. تمام تمام. ده بالنسبة للخضار. طيب، بالنسبة للحاجات بقى بتاعة العطار، هي دلوقتي احنا قلنا ان هي بتاخد بطاقة، يعني بتاخد ايه؟ بتاخد زيت، بتاخد ايه؟ بتاخد سكر، بتاخد عيش. فالحاجات دي كلها موجودة عندها. طب هنزود عليهم ايه؟ هنجيب نص كيلو فول بلدي اللي هو بتاع التدميس، ربع عدس اصفر، وربع عدس بجبه. هنجيب ب15 وب15. هو الفرق يعني ده هتلاقيه اغلى شويه مثلا 2 جنيه. تمام، هنجيب بال15 وب15. هجيب 2 كيلو رز ب54، الكيلو ب27 جنيه. كيلو شعريه ب25، و2 كيلو مكرونه. آه سوري، هنا هنجيب ايه؟ كيلو مكرونه ب25 جنيه. تمام تمام. وهجيب ايه؟ كيلو دقيق ب20 ايه جنيه. كده الحاجات بتاعة العطار. هنروح لمنتجات الألبان. دلوقتي يا جماعة كرتونة البيض ب100 جنيه، أنا لسه شاريها الكرتونة ب100 جنيه. هنعمل ايه؟ 15 بيضة بكام؟ ب50 جنيه. ده لمدة ايه الحاجات اللي احنا بنعملها دي؟ لمدة أسبوع. هجيب 2 كيلو لبن ب70 جنيه. اللبن والبيض والجبنة ابتدوا يرخصوا. تمام. هنجيب علبتين جبنة اللي هي العلبة ب25. عايزة تجيبي نص كيلو جبنة قريش، في براحتك في حوار الجبنة. لان احنا دلوقتي عايزين نعمل وجبات فطار وغدا وعشاء. نيجي بقى للجزء بتاع البروتين اللي هو اللحوم. هنعمل نص كيلو بانيه ب100 جنيه، نص كيلو لحمة مفرومة البرازيلي ب140 جنيه، كيلو ونص وراك ب150 جنيه. تمام تمام. هيتبقى معايا 100 جنيه، دي الفاكهة بتاعة الأسبوع. طب هنقسم الوجبات بتاعتها ازاي؟ تعالوا اما اقول لكم. تعالوا نتكلم هنا عن وجبات الغداء. للأمانة هتبقى الميزانية هنزود عليها 10 جنيه، عشان مثلا نجيب ايه؟ نص كيلو ملوخية. ممكن نجيب كيلو الا ربع بسلة مع الجزر وتحطي عليها بطاطساية. هتبقى الميزانية كده ايه؟ 1000 جنيه. تمام تمام. تعالوا نشوف احنا قسمناها ازاي. انا عامله لكم هنا كذا وجبه، وانتي بقى حره. وفي وجبات هتقعد معاكي يوم، في وجبات هتقعد معاكي يومين. دول كام وجبه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 وجبات تختاري بقى ما بينهم طول الاسبوع اللي انت عايزه ايه تعمليه. اول حاجه هنعمل ايه؟ مكرونه وبانيه. جايبين عدس بجبه، هنعمل كشري مصري. جايبين كيلو ونص وراك، يعني هيبقى فرنج 5 وراك. هيبقى ايه؟ وراك معاهم بطاطس معاهم رز. ودي وجبة لوحدها هتكفيكي يومين. دي من الوجبات اللي هتكفيكي يومين. ممكن تقسمي الوراك كل يوم قطعة، يا اما مثلا هتاكلوا الورك كامل وتاني يوم مفيش. الوراك هنجيبها نسلقها علشان نستفيد منها في الشوربة، ونروح جايين فيه وعاملين ملوخية ورز ومعاها بتنجان ايه مخلل. احنا جايبين لبن. ممكن الرز نعمله ايه؟ رز كده بريم في الفرن مع البطاطس ومع الوراك. يوم تاني، طب احنا جبنا نص كيلو فول عشان ندمسه، هندمسه ناخد مثلا نعمل فول بالطماطم مع بيض مع بطاطس وايه وعيش. نص كيلو الفول هيعمل لك فرنج 7 اكياس فول حلوين.
تمام تمام. عندي بسلة، عندي لحمة مفرومة، هعمل ايه؟ هجيب اللحمة المفرومة هعملها عصاج واضيفها ايه على البسلة واسويها عادي. يبقى ايه عندي برضو البسلة بتاعتي فيها ايه بروتين، ودي برضو من الاكلات اللي هتكفيكي يومين. وعلى فكرة الكشري المصري من الاكلات اللي بتكفي ايه يومين، بس في ناس بتعمله على قد يوم واحد. ممكن تعملي كشري اسكندراني ومعاه طماطم مخللة. ممكن انت عندك عدس اصفر مش عايزة كشري، ممكن تعملي عدس اصفر ومعاه بصل وايه وعيش. عندك اللحمة المفرومة ممكن تعملي بيها ايه حواوشي، ده أكلة يوم. تمام. دي كلها وجبات متنوعة لإيه للغدا. طيب بالنسبة للفطار وبالنسبة للعشاء، احنا جايبين بيض، جايبين جبنة، جايبين لبن، وعندنا فول مدمسينه كمان، جايبين دقيق. ممكن صينية كيكة للفطار أو للعشاء. تمام. ممكن هتعملوا شوية سندوتشات جبنة مع كوباية لبن، شوية فول هتسلقي بيضتين مع بطاطس محمرة. كل دي أفكار لوجبات الفطار والعشاء. وفي كمان ناس بتتعشى بالبواقي بتاعة الغدا. فده كده يعتبر ب1000 جنيه. 1000 جنيه كده عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا وجبات فطار وغدا وعشاء لمدة أسبوع تكفي 5 أفراد. واحنا قلنا ان ال100 جنيه اللي هتتفضل هنجيب بيها الايه الفاكهة. يبقى احنا كده مشينا الأسبوع كامل، الأكل فيه كويس، البروتين موجود يعتبر يوم ويوم. بس كده ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم.